السلام عليكم، تامر المغازي، دقيقة سلزجية من جديد. لسه مستمرين في عملية البرزنتيشن أو عملية العرض وتقديم المنتج للعميل. العميل دايما بيشتري حلول لمشاكله، بيشتري فوائد المنتج ده اتكلمنا عليه قبل كده. طيب، أنا لما بروح أشتغل في السيلز أو لما بقى هنزل أشتغل فعلا، مش بس في المقابلة الشخصية، في أول ما بتعرض يعني للكارير ده، آه، مطلوب ان انا ابيع منتجات. ففي الانترفيو بيتقال لي بيع لي القلم ده او بيع لي الموبايل بتاعك. فالواحد بيتخض ساعات لو مش فاهم ان هو المفروض يعرف ايه هي احتياجات العميل، ويبتدي يشوف الصفات والمميزات اللي موجوده في المنتج ويحل بيها مشكله العميل. فبيع لي القلم ده هو حضرتك العملاء اللي بيشتروا منك القلم ده في المكتبه، نوعيتهم ايه؟ طلبه. يبقى مثلا الاقلام اللي هي سعرها 3 و4 و5 جنيه، اللي هي حبرها جاف، اللي هي سهله الاستخدام ولها غطا، مناسبه ان الطالب يستخدمها ويروح بيها الكليه. ضاعت منه ما زعلش، حطها في جيبه، ما بوظتلوش هدومه. فالمنتج هنا افاد العميل. كده ابقى عرفت اوضح ازاي المنتج بتاعي افاد العميل.